زي ما انتوا شايفين كده انا بعمل السلك، واحيانا اول ما ببدأ الفيديو في حاجات بنسى اقولها. ولما نيجي نطلع البلكونة لازم السجادة اللي مفروشة في الأوضة، السجادة ايا كانت غالية رخيصة، لازم نتنيها، لان احنا طالعين بشبشب او طالعين حافين، فانا زي ما انا تانيها كده. تمام، زي ما انا تانيها كده، لان انا عبال ما احكي حكايتي وانا واحده خلاص يا جماعه جالي الزهايمر بنسى. انا كده ايه شلت، رفعت السجاده وطلعت عشان ما اوسخش السجاده. لان فاهمين، نحافظ على كل حاجه، كل حاجه نحافظ عليها. تمام. وطلعت البلكونه كده، هعمل السور بتاع البلكونه، و همسح البلكونه عشان عندي شويه غسيل لا باس بهم، مغسولين في الغساله، نسيتهم من امبارح في الغساله. هطلعهم كده انشرهم على المنشر. بس في اول حاجه كده همسك البلكونه امسحها، كبيت في الحتت المبقعه دي شويه كلور، وهنضف البلكونه سريعا سريعا، وهفرش المنشر ده وانشر شويه الغسيل. بعد كده اخش على الاوضه اللي فيها الاوضه اللي فيها اللهم صل وسلم عليك يا سيدنا النبي. الاوضه اللي فيها ايه يا نصره؟ الاوضه اللي فيها الشباك يا اختي، الدولاب هعملها. تمام، هعملها سريعا كده، مش هشتغل كتير معاكم النهارده عشان يعني الصحة مخستكة النهاردة شوية. تمام. طبعا قبل كل حاجة بشكر الست. والله يا جماعة ما عارفة قلت لكم السلام عليكم ولا لا. لو ما كنتش قلت فبقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشكركم جدا جدا، كل حد بيدعي لي دعوة، كل حد بيحط لي لايك، كل حد بيشاهد جزء من الفيديو، كل حد بيساعدني بأي حاجة. ربنا يكرمكم جميعا، ربنا يساعدكم جميعا ويجعل كل حاجة طيبة في ميزان حسناتكم. في ست دعمتني داك النهار على ميزة تشكرات، كان يوم الجمعة. سبحانك يا رب، بعمل كده في الفيديو، بظبط فيه حاجة، ببص كده لان يعني والله العظيم يعني بصوا في، والاذان بيدن واذان الجمعة بيدن كده، وببص في التليفون لقيتها مدعماني مفيش يعني 10 دقايق 5 دقايق. والله العظيم دعت لها كتير جدا، ودعت لكم كلكم. ربنا يا رب يكرمكم جميعا ويتقبل مني الدعوات، وربنا يسترها معايا ومعاكم مع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سريعا كده عايزه اقول لكم ايه اللي حصل في الشغل. إيه اللي حصل في الشغل؟ هنا طبعا كالعاده العصافير والحمام عاملين عمايلهم الحلوه الجميله. الحمد لله الحمد لله، نحمد ربنا على كل شيء، اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين. فانا الست دي بشكرها. وفي برضو حد دعمني داك النهار على ميزه تشكرات، على الفيديو بتاع البث المباشر اللي كنت عاملاه من كام يوم. انا مش فاكره بقد ايه، بس ربنا يكرمكم جميعا يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم. بشكركم جدا جدا. معلش ما شكرتكمش امبارح او اول، لاني نزلت فيديو خاص بالغيط بالزراعه يعني، او ساعه ما كنت مع الست اللي بتاعت الزراعه. المهم عايزه اقول لكم في حاجه مشكله مقابلاني، بنساها، ودي كارثه من الكوارث. انا المفروض يا جماعه ليا دواء باخده. الدواء باخده وبنسى وبرجع اخده تاني، وده ممكن بيسبب لي صداع او بيسبب لي دوخة او ممكن يسبب لي اغماء. فمش عارفة اعمل ايه. جاتني فكرة النهاردة ان انا كل اول ما اصحى من النوم اخد الدواء اللي انا المفروض اخده اليوم كله، واحطه في علبة او في طبق صغير اغطيه 3 4 برشامات اللي باخدهم، احطه في علبة او في اي حاجة واخد. انا فكرت نفسي بكده، وفكرت برضو اللي بينسى يعمل الحركة دي. يا رب كمان ما انساش واخدهم كلهم هيلا بيلا، واقول ايه ده انا اخدت ولا ما اخدتش. فمش عارفه ايه موضوع الزهايمر ده. عايزه اقول لكم انا كنت شغاله في مكان راقي، في منطقه راقيه يعني، من فتره كده. وكان المنطقه ديت انا كنت شغاله في الدور الاول، الدور الارضي. الدور الارضي كده اللي بعد عن الارض بحوالي 15 سلمه كده. تمام، هو ارضي بس مرتفع يعني. المهم في المكان ده كان في جنينة فاضية، حديقة المكان. طبعا الأماكن القديمة الأثرية الجميلة اللي كلنا سواء كان حد مستواه راقي أو مستواه بسيط، كلنا بنستمتع بالأماكن دي. فنمشي فيها كده يعني. أنا كنت أستمتع بيها إن أنا ماشية في الشارع ده، أمشي أستمتع بالشجر، أتفرج على الشجر وأتفرج على النوادي وأتفرج على متعة متعة. انا عمري ما امتلك شبر، وعمري في حياتي ما احلم ان انا امتلك شبر، ولكن بنستمتع بيه ان احنا بنمشي في المكان ده. فكلنا بنتمتع بيه، سواء اللي متملك في المكان ده او اللي عامل في المكان ده. فهي نعمة جميلة كده، نعمة من رب العالمين. فعايزة اقول لكم في الجنينة، فكان في الحديقة بتاعت المكان ده كانت فاضية.
ففي ناس اجروها انها تبقى زي كافيه. تمام. وجابوا بقى يعني يبقى فيها اكل وشيش وبتاع والكلام اللي احنا طبعا مش بنحبه ابدا ده، بس هو ده موجود وبيحصل. الناس عايزة تستفيد لأن الأماكن دي رخيصة، فعايز يستفيد اللي يمتلك مكان بيأجره عشان يزود دخله والغلا الحياة والكلام ده. بس طبعا دي مش أجمل حاجة، بس ما علينا، هو ده اللي حصل. فعايزة أقول لكم في المكان ده كان في بواب شغال في البيت ذات نفسه، وكمان كان ليه علاقة بالمكان ده، باللي هو الجنينة اللي مأجرينها كافيه. فكان البواب ده الله يمسيه بالخير يعني عمل عملة سودة كده يعني صعبة جدا. طبعا صاحب المكان بي الاول قبل ما انسى اقول لكم ايه اللي حصل من الشغل. في الشغل كنت قلت لكم من كام يوم وانا عامله بث مباشر، قلت لكم يا جماعه انا بفكر ان انا انزل الشغل يوم او اتنين. تمام. فطبعا انا اتصلت بالناس دي وللاسف طبعا اللي رد عليا ده رد دبلوماسي. واحده قالت لي هفكر، هما كانوا اتنين اصلا، والتانية قالت لي معلش انا عندي حد كده فمش عارفه اعمل ايه. فالمهم يعني خلاص يعني ايه اللي هو ايه، ربنا ييسر، ربنا يبعت الرزق، ربنا يرزق الجميع ما خلق على وجه الارض، امين يا رب العالمين. ونرجع للقصه بتاعت البواب. البابا عمل عمله يعني صعبه جدا، انا ذات نفسي اترعبت وبقيت اخاف منه، بدات ان انا اخاف منه اصلا اما اشوفه على السلم طالع ونزل اخاف منه. ايه اللي عمله؟ المهم صاحب المكان او المسؤول عن المكان جه قال له انا زهقت من القطط، انا زهقت من القطط، انت كل شويه القطط الزباين بتيجي تاكل. طبعا الزباين بتاعه المكان ده مكان راقي جدا، مكان يعني الشبر فيه بالشيء الفلاني، يعني الشبر فيه بالشيء الفلاني بالالوفات او بالملايين يعني. قال له انا زهقت جدا من المكان ده، انا زهقت جدا من القطط. القطط بيجي زبون ولا بتيجي زبونه تاكل او تشيش او تعمل عيد ميلاد او ايا كان، القطط بتفضل قاعده كده و تبص على الناس اللي بتاكل وتقعد تحت الترابيزات، وانا مش عاجبني المنظر ده. طبعا العلب والحاجات دي انا بسيبها للقط يلعب بيها، لان بصراحه ما عنديش العاب وبيصعب عليا لانه بيقعد وقت طويل جدا لوحده. تمام. لكن هو برضو مبهدل الاوضه، هنضف الارضيه كده واغير الملايه ومش همسح، لانه انا لو مسحت همسح بكلور او باي حاجه، وهو طبعا ممكن يقعد يلحس وبتاع ويعمل ويجيله مشاكل، وانا بناقص المشاكل واروح للدكاتره واعمل الجو اللي احنا لا مش هعمل كده. انا هكنس الدنيا كده ولمها على السريع كده وخلاص. تمام. فالمهم يعمل ايه البواب؟ راح ما نعرفش حاجه بقى غير ان احنا سمعنا صريخ وصوت رهيب، حد بيبخ وحد بيصرخ وحد بيصوت. طبعا الشقة دي كبيرة جدا، وليها بلكونات داخليا في الأوضة الداخلية. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. طلعت لقيت لك 3 4 5 قطط كبار. طبعا القطط بتاعت الاماكن الراقيه دي متختخه كده ومقلبظه، لان معظم في طبعا سلالم للشغالين، السلالم القديمه بتاعت زمان دي. فيديو عشان صلاة العصر وهنكمل. المهم لقينا صوت مرعب، حد يعني صوت كده سويت وصريخ بس مش صريخ وسويت عادي. فدخلت طبعا من ناحية المطبخ كده، كان فيه أوضة داخلية كده ليها بلكونة، فببص كده لقيت لك 4 5 قطط متختخين كده عمالين يتلووا ويصرخوا. وحياة ربنا انا كنت مرعوبة من منظرهم، رغم ان انا واقفه في البلكونه وهم بعيد عني، لكن بيصوتوا بيصرخوا صريخ مرعب. انا خايفه منهم، هم بعاد وبيصرخوا، وبقيت مش عارفه، وكل اللي جاي وكل اللي رايح يبص ويستعجب هو في ايه. قطه واتنين وتلاته واربعه ويرفصوا ويتنططوا، يعني منتهى العذاب. المهم فقلت اكيد ان القطط دي كلوا سم، كلوا حاجه مش طبيعي. فحتى الست، حتى اللي انا بشتغل عندها، ست كانت كبيره وكان سماعها تقيل، قالت لي هو في ايه؟ قلت لها مش عارفه، انا رحت هناك لقيت قطط بتتلوى وبتعمل. فبكلم البواب بقول له هو في ايه؟ المهم بيضحك، يا ابني انت في ايه؟ في حاجه بتصوت وبتعمل، وفي حد رامي قطط ميته ولا رامي قطط بتموت ولا بتاع؟ قال لي ده انا. انت ايه؟ قال لي اصل انا صاحب الكافيه، قال لي دولت اتصرف فيهم، دولت بيأذوا بيقعدوا ينونوا والناس بتاكل، فانا رحت جايب سم ورحت حاططه لهم في الاكل
رحت جايب شويه اكل وحطيت لهم سم وحطيته قصادهم، كله جري طبعا، القطط جعانه كله جري عشان ياكل، كله مات. قلت له يا شيخ حرام عليك، اتقي ربنا، اتقي ربنا. قال لي دول ولاد كلب ما يغوروا في داهيه. يا عم حرام عليك، انت ازاي ده روح؟ قال لي يعني فيها ايه يعني؟ قلت له فيها ايه؟ هو انت واحد مجنون؟ يعني ايه فيها ايه؟ فيها ان ربنا يحاسبك، دي روح، ايه ده قطط يعني، دي بيسس ايه يعني؟ قلت له بس روح هتتحاسب عليها. ده انا مرعوبه من منظرهم، ده انا سامعه صريخ، بقول في حد زي ما يكون بني ادم بيستنجد اكتر من بني ادم. قال لي بصراحه اقول لك الحقيقه؟ قلت له قول. قال انا كنت جايب وركان وغسلهم ومحضرهم ولسه هسلهم، لان هو كان عازب وقاعد لوحده في اوضه تحت السلم. وفجاه دخل الاوضه لقى لقاها بتجري بالورك، شده منها.